بكم في نيو سيلف قناتنا. أنا عزة، والنهاردة جاية أتكلم عن موضوع يهم البنات قبل الستات، البنات اللي لسه داخلة تكون مستقبلها وتكون عيلة. النهاردة الموضوع هنتكلم عن حاجة من أهم الحاجات اللي أي بنت لازم تفهمها. لازم تفهمي إنك انت مش تكملة عدد ولا ديكور بيتحط وبيتشال من مكانه. انت شريكة في القرار، في الحلم، وفي النجاح. لو انت لسه شايفة نفسك مش كده، يبقى الفيديو ده علشانك، ويلا بينا نبدأ. انا عارفة ان الفيديو ده ممكن يزعل مني شباب كتير ورجالة كتير، بس لو انت راجل صح هتقولي برافو عليكي، اعملي فيديو تاني وتالت ورابع، عشان انا محتاج ست قوية في ظهري تسندني. النهاردة احنا مش جايين نطبطب، النهاردة جايين نفوق. في جملة كتير قوي بنسمعها وتعودنا عليها وتربينا عليها وكبرنا عليها، ان الست هي سند الراجل. مظبوط ومتفقة معاها و100%، بس السند ده ساعات بيتحول لركن. يعني ايه ركن؟ يعني الست تبقى موجودة بس مش مؤثرة، موجودة عند دكة الاحتياطي. لا يا ست الكل، انت مش ديكور في البيت، ولا انت لاعب واقف مستني دوره على دكة الاحتياطي. انت شريكة، وشريكة بجد، وده اللي هنعرفه بس بعد شوية. عارفة يعني ايه المشاركة بجد؟ يعني ما تبقيش تكملة عدد، تبقي نص المعادلة. هو لما اختارك ما اختاركيش عشان تمشي وراه، اختارك عشان تبقي ماشية معاه، تسنديه. المشاركة دايما بتبدأ بكلمة. الكلمة دي ممكن تكون بسيطة قوي، كلمة أنا واثقة فيك. تعرفي ان الكلمة دي بتبني رصيد حب كبير جدا في قلبه، بيخليكي عزيزة وتمنك وغلاوتك في قلبه كبيرة جدا. كلمة صغيرة تقدر تغير معنى حياتك كلها. فكري فيها كده. افتكري ان احنا مش كومبارس، احنا فريق، ولو هو كابتن انت صانع الالعاب، ولو هو بيسعى انت اللي بتخططي، ولو هو تعب انت اللي بتسنديه. بس انت واقفه على رجليكي، وواقفه وصامده جنبه وفي ظهره، مش في الظل. خلي بالك، تفرق كتير. وهتقولي عزة قالت. تعرفي انك انت لازم تطوري من نفسك عشان تكوني شريك حقيقي وشريك ناجح ومؤثر. لازم يكون عندك العالم الخاص بتاعك. ازاي؟ يعني لازم تبتدي تقري، تتعلمي. بمعنى بسيط، تبتدي تشتغلي على نفسك، تطوري من نفسك. انت كل ما هتكبري في عين نفسك، كل ما هتكبري في عينه هو كمان، لان انت مراية نفسك. ساعتها مش هتبقي والله بس زوجة ولا حبيبة، هتبقي رأي، هتبقي قيمة، هتبقي إضافة. وهو ده اللي احنا محتاجين ان احنا يكون لينا رأي وقيمة. والحاجات دي مش الغير هو اللي بيعملها بالنيابة عننا، احنا اللي بنعملها لنفسنا وبنفسنا. يعني ايه مشاركة؟ هو المشاركة معناها ان انا اشارك في الاحلام الكبيرة، استناه لحد ما يكون عنده حلم كبير عشان اشارك معاه؟ لا، المشاركة ممكن تكون في التفاصيل الصغيرة اللي بتعدي في حياتنا اليومية. يعني ممكن تبقى لما ننجح ان احنا نحوش مبلغ مع بعض،
لما ننجح في ان احنا نحقق خطوة بسيطة كنا بنرتب لها بقالها فترة. حتى واحنا بنرتب البيت مع بعض ضحكنا ضحكة بسيطة، ده انجاز، دي مشاركة. دي مش حاجات عادية، دي انتصارات صغيرة لازم نحتفل بيها. عشان ايه؟ عشان طاقتنا تكمل وبكرة يبقى احلى. عارفين المثل العربي بتاعنا الاصيل اللي بيقول ورا كل رجل عظيم امرأة؟ هو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه. لو بصيتي حواليكي هتلاقي ان ورا كل نجاح كبير في شريكة نجاح، في شريكة ذكية واعية، ست كانت بتفهم وبتدعم وبتوجه. هي ممكن ما تكونش في الصورة، مش باينة، بس هي كانت دايما البوصلة اللي بتوجه. انت مش لازم تكوني مشهورة ابدا عشان تكوني مؤثرة في حياة شريكك. المهم انك تكوني مؤثرة في جوه بيتك وفي قراراتكم. وهي دي الفولة بتاعت الحلقة. اوعي تسمحي لنفسك انك تكوني خطة بديلة ولا حد بيتنادى عليه وقت الفراغ. انت لازم تكوني العقل التاني والمشورة الأولانية. خليكي انت البوصلة، مش مجرد حد ماشي ورا حد. المشاركة هي حلم وتخطيط ونجاح بنوصل ليه سوا. وجات اللحظة اللي أنا ما بحبهاش، هي نهاية الفيديو. بس حابة أقولك حاجة مهمة جدا قبل ما أنهي الفيديو، إن الست اللي بتفهم قيمتها مش بتطلب أبدا مكانها، هي بتفرضه. فخلي دايما صوتك مسموع ورأيك محسوب، وشريك حقيقي مش مجرد وجود. ولو في حاجة لسه جواكي مش متظبطة، ابدأي بنفسك، لأنك انتي أصل البداية وأصل الحكاية. لو عجبتك الحلقة وحسيتي ان هي لمستك، شاركيها مع صاحبتك اللي لسه مش واثقة في نفسها ومحتاجة تفوق. ومستنية تعليقاتكم تحت الفيديو. بحبكم كتير ومستنياكم الفيديو اللي جاي.